كلبي مش بيسمع كلامي. كلمة بنسمعها من ملاك كلاب بتتكلم عن كلابها ان في مواقف معينة كلابها مش بتسمع كلامها نهائي فيها. وهنا المالك بيبقى فاكر ان الكلب قصده ان هو ما يسمعش الكلام والكلام ده كله. في البداية خليني اقول لكم ان في كلاب بتتعلم مع الوقت ما تسمعش الكلام شوية، في كلاب ممكن تبقى عنيدة شوية، في كلاب ممكن تبقى مش متحفزة ان هي تسمع كلام صاحبها لاسباب كتيرة مش هنجيلها دلوقتي. ولكن خلينا نتكلم عن نوعية الكلاب اللي هو في البيت بيسمع كلام صاحبه، وصاحبه يقول لك ده انا في البيت بيبقى هايل معايا والدنيا جميلة وبيسمع كلامي وبيبقى فظيع وكل حاجة، يجي نطلع الشارع ينسى كل حاجة. طيب، هنا لازم نفصص الموضوع ونعرف معلومات مهمة جدا. الموضوع ده بيبقى ليه أسباب، هنتكلم على السببين الرئيسيين فيه ودول مهمين جدا. السبب الأولاني هو إن الكلب مش مدرب كفاية في الشارع، ما اتدربش تحت تشتيت كفاية. بمعنى ان هو لو احنا في البيت كنا بنمسك له مكافآت وندربه ونعمل له سيد مثلا داون الكلام ده كله ونعلمه الحركات، نعلمه يمشي جنبنا الكلام ده كله، بس ما بدأناش نعلي التشتيت عليه، نرمي لعبة، نعمل تشتيت مختلف، حد يناديله واحنا نمنعه ونبدأ ندربه. ما بدأناش ننزل بيه الشارع نمسك مكافآت وندربه في وجود المشتتات المختلفة. ولاد بيلعبوا كورة من بعيد طبعا، ناس ماشية بعجل، ناس قاعدة في مكان، ناس بتتمشى، عربيات، موتوسيكلات، الكلام ده كله. واخدنا الموضوع معاه بصورة تدريجية واحدة واحدة. فبالتالي الكلب بينزل الشارع بيشوف المشتتات دي، هو ما عندوش اصلا فكرة ان انا هسمع الكلام تحت وجود المشتتات دي، لان الكلاب بتتعلم بشكل مختلف شويه عننا. الكلاب بتتعلم بمنظر ان هو بيربط حاجات بحاجات. هو دلوقتي ربط هنا البيت بعدم وجود مشتتات، بالاكل في الايد، بهسمع الكلام، بالكلام ده كله. طيب، في حاجه تانية ممكن تخلي الكلب ما يسمعش الكلام. طبعا في حاجه مهمه جدا، الا وهي القلق. ان الكلب ده يبقى بيقلق من حاجات معينه او عناصر معينه في الشارع، فبالتالي هو ما بيسمعش كلامك هنا من منطلق ان هو قلقان، يعني خايف، تمام، مش من منطلق ان هو بيعصى امرك او ما بيسمعش كلامك او الكلام ده كله. خلينا ناخد مثال، مثلا كلب بيقلق من البني ادمين، فبالتالي لما انت بتقابل بني ادمين او بتبقى واقف في وش بني ادمين، بيبقى هو مش عايز يقعد، بيبقى هو مثلا عايز يجري منهم، خايف او عايز يشد عليهم او مركز معاهم قوي او شادد معاهم قوي. كل دي ردود افعال بيعملها كلب عنده قلق، تمام. تبدا انت بقى تديله الاوامر هنا. شكرا. طيب، المعلومه هنا، ومش هنخش في جانب تشريحي كبير، ولكن خلينا ناخد الموضوع بكل بساطه. الجزء اللي في مخ الكلب اللي ليه علاقه بالبروبلم سولفنج، اللي هو حل المعضلات، او اللي هو خلينا نسميها التفكير المنطقي عشان نقرب وجهات النظر يعني، وهو الجزء اللي بيخليه يسمع كلامك والكلام ده كله. الجزء ده مش شغال بكفاءه دلوقتي ساعة ما الكلب حاسس بقلق، بل بالعكس، في جزء تاني هو اللي بيبقى شغال اكتر، الجزء اللي ليه علاقة بحاجة اسمها الفير والانكزايتي، اللي هو الخوف والقلق. بيبدأ بقى الجزء ده يقول لجسم الكلب ضخ بقى هرمونات القلق، ويبدأ الكلب يستعد علشان هو قلقان ومتوتر فلازم ياخد رد فعل حالا والكلام ده كله. فهنا كلبك مش ما بيسمعش كلامك، هنا كلبك مش سامع الكلام اصلا كليا او جزئيا طبعا، وخايف. حاجه زي كده احنا لازم اصلا نبدا نواجه العنصر الداخلي او المشكله الداخليه، مش اعراض ان الكلب ما بيسمعش كلامنا، وان الكلب عايز يهاجم مثلا، او ان الكلب خايف، او الكلب عايز يرجع والكلام ده كله. بكل بساطه احنا بنبدا نعالج المشكله الداخليه اللي هي القلق، بنبدا نعلم الكلب يطمن واحده واحده، ونبدا نعرض الكلب للمؤثرات دي واحده واحده. طبعا ما فيش مجال لشرح علاج القلق حاليا، ولكن بكل بساطه النقطه اللي المهم تطلع بيها من الفيديو هي ان في احيان كتير جدا 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 كلبك بيبقى ما بيسمعش كلامك، وهو هنا مش قاصد انه ما يسمعش كلامك، لا، هو هنا الكلب عنده مشكله ما انت لسه ما حلتهاش معاه.